أهلا بيكم في نونا تشانل، والحلقة رقم 10 من مسلسل المداح الجزء الثالث. الحلقة النهاردة فيها حاجات كتير جدا مثيرة، وابتدت حقائق كتير تتكشف وتظهر لصابر. هنشوفها مع بعض ايه اللي حصل. أول حاجة طبعا بيفضل صابر يتكلم مع أمينة وبيقول لها انتي مين اللي بتشوفيه؟ بتشوفي جمال؟ بتقول له أيوة. فبيقول لها طب هو اللي عمل كده، لكن هي بتقول له لا، هو ما عملش أي حاجة من النوع ده. زين بيحاول يتكلم مع رحاب على حسب الخطة المرسومة، وبيفضل يقول لها أنا آسف واعتبريني أخوكي، ولو احتجتي أي حاجة أنا معاكي. فهي بتقوله خلاص خلصت كلامك. هي بتقفل السماعة لكن برضه بتفكر في الكلام للأسف اللي قاله. في الوقت ده حمادة صابر بيروح لمامة جمال، وبيفضل يقول لها كلميني عن جمال أكتر. فهي بتقول هو شخصية طيبة جدا جدا. فبيقول لها طيب الشخصية اللي اتغيرت دي كانت كده قبل ما يخطب أمينة؟ فهي بتقوله لا بالعكس، هو كان شخص مسالم جدا، اللي ابتسامة ما بتفرقش وشه، وكان طيب وما بيسيبش الفرد أبدا. لكن مجرد ما هو خطبها وأنا اللي خطبتها له، حاله اتغير واتبدل. ابتدى لا إما يتعصب جدا على كل الناس ويبقى قوي جدا، ومرة يبقى مش قد المسؤولية. ابتديت احتار انا فيه. خلاص فهم صابر وراح لحمزة وراح لسليم وقال لهم هي خلاص هي بالفعل ممسوسة، واللي مسها على شكل جمال. بس مجرد ما عرف ان جمال في الموضوع فابتدى بقى يأذيه. يعني فحمزة بيسأله طب هو يعني مثلا جمال اللي عمل الموضوع ده؟ بيقوله لا، جمال ما عملش اي حاجة، اللي عمل الحاجة ده هو اللي مسها بالظبط في اليوم اللي دخلت فيه المغارة. وبيقول لهم طيب احنا نعمل ايه؟ بيقول لهم العمل عمل ربنا، انا هروح اشوف اي حاجه في مصر وهرجع لكم ان شاء الله تاني. في الوقت ده بياخد معاه تاج وبيتكلم معاه في العربيه، وبتحاول تعرف منه هو قدر يشفيها ولا لا، لكن هو بيقول لها ما فيش اي حاجه، لسه ربنا ما قعدش. في الوقت ده حسن بيروح لهيم ومتنرفز وزعلان جدا وعايز كل فلوسه. فبقول لا انا عايز فلوسي. فمجرد ما بيشوفه بيقول لا وانا كمان عايز كاش، مش عايزها في البنك. فبيقول له المليون بتاعتك زادت عليها 200,000. قال له 200,000 اللي انتوا شغالين في ايه؟ فبيقول له مباشرة احنا شغالين في الآثار. طبعا ايه بيفضل يجر معاه ناهم، لانه هو دلوقتي شايف ان هيكسب. وبالفعل هيم بيديله فرصة تانية. صابر بيفضل بقى يفتكر، لان هو عند ابراهيم رشدي دلوقتي بيقول له حاول تفتكر الاحداث اللي حصلت. فبيفضل يفتكر ايه اللي ممكن شافه في المغارة عشان يكتبه. هبة إيحاب قاعدة مع ابنها، وبعد كده فجأة بتتلاقي الباب يتفتح وبيتقفل تاني. فبتفضل تقول طب يا ربي ايه اللي بيحصل؟ فبينتبه طبعا شيء من الرعب، لانها بتفضل تبص ما تلاقيش حد. فما بيكونش منها غير انها تاخد ابنها من على السرير وتحطها في حضنها، لانها فعلا ابتدت تخاف عليه. وبتجيب الموبايل بتاعها وبتشغل آيات قرآنية، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق. طبعا صابر طول الوقت ده بيدون كل الكلام اللي شافه، وبيفضل يكتبه، وبيفضل يفتكر كل حاجة على قد ما بيقدر عشان يقدر يوصف أو يعرف الموضوع ده اللي هو فيه. كل ده طبعا تاج بتترقب علشان تشوف صابر هيوصل لحد فين بالظبط. في الوقت دوت طبعا إبراهيم شكري قاعد وسط كتبه ودراساته وعلمه الغزير. فبيقول له الخريطة اللي انت رسمتها لي شبه الخريطة دي، بس خريطة غير مكتملة عشان انا اقدر اتكلم معاك في الوقت ده. هايم خلاص سيطر سيطرة كلية على هبة، وبيفضل بقى يمليها على اخبار ان هي تنفذها له، وبيفضل يسحلها زي ما احنا شايفين. فهي بتبقى معترضة، لكن وسط الكهرباء والحاجات الكتيرة اللي بيضغط بيها عليها ما بتقدرش طبعا تسيطر. وكل اللي بتقدر تقوله طيب انا اعمل ايه؟ بيقول لها لا صبري وحش، وخلي بالك ليه صفاء خليته طلع من البيت، وليه كذا وليه كذا. فما بيكونش منها غير انه بتقوله طيب خلاص ماشي، يبقى صبري وحش وخلاص هو سيطر عليها. فبيسيبها تخرج، وبيبقى ابتسام كده ابتسامة شريرة. منال بتفضل تعمل قهوة، بس بتحط حاجة غريبة كده لحسن في القهوة بتاعته. طبعا زي ما احنا عارفين القهوة غامقة، فمش هيبان اي حاجة هتحطها له. وبتعمل كوباية القهوة بتاعتها عادي عشان مفيش اي حاجة، وبتقفل الازازة اللي نقطت منها في كوباية القهوة.
وبعد كده بينزل طبعا حسن عشان تتكلم معاه. فلما بتكلم معاه بيزعق معاه وبيقول لها لا ده انت تعملي لي بقى بصمة إلكترونية وانا كمطور عقاري ومش كمطور عقاري. لكن هي بتبقى متضايقة لانه طبعا سايب الوكالة. إيه، بنشوف صابر بيروح بقى علشان ياخد مامته، وبيقعد يومين في البيت بتاع باباه لوحده، وبيسأل على وبيسأل طبعا على رحاب وعلى زين، وهي بتقوله كويسين. واضح ان هي ابتدت تستميل ليه تاني، لكن برضه في حاجة شداها ومخليها ايه بعيدة. فبتقولها طب انا هاخد يومين عند ابني يعني اهونسه شوية. بتقولها طيب ماشي. مين اللي بتقولها الكلام ده؟ بتقولها الكلام ده صفاء. وبيفضل ياخد مامته بيقولها طيب سلام عليكم وبيمشي. طبعا بتفضل تبص طبعا صفاء ورحاب وبيبقوا زعلانين ان هما طبعا هيمشوا. هبة ابتدت السيطرة تبقى كاملة جدا، وابتدى بقى يجي لها بقى الهواتف في البيت. فهي بتصوت لانها عرفت اكيد مضمون الرسالة اللي وصلت لها من هايم، وبترفض الكلام ده بشدة. كل مرة تقول لا انا مستحيل اعمل كده، انا مش هعمل كده. لكن طبعا مع الصراع بين كلمة لا وبين كلمة اه، بنبص نتلاقيها طبعا ما بتقدرش تسيطر على الموضوع. في الوقت دوت عماد بيظهر لمامة لوكا، فهي بتشوفه هو طول الوقت، محدش بيشوفها، بيشوفه غيرها هي بس، وده جوزها تقريبا. وهي خايفة ان هو ياخد بنتها منه، لكن واضح ان هو قاصد يجننها او يأذيها. فطبعا لما بيغمى عليها بيدخل باباها ومامتها ما بيشوفوش حاجة، فبيقولوا لها لا مفيش اي حاجة وسلامتك. الموضوع ده خد زيادة عن حده، وهي مش بتكذب، لكن هما مبقدروش برضو يشوفوا اي حاجة ولا يقدروا يعرفوا حاجة. في الوقت ده طبعا رحاب شغالة تدلع في عز، وطول الوقت عمالة يعني تلعبه. ففجأة بتتلاقى هبة داخلة بشكل مختلف، فبتقولها مالك يا هبة، لكن هبة ما بتردش عليها خالص. تفضل تقولها يا بنتي انت رايحة فين، هو انت حد زعلك ولا ايه؟ فعلا رحاب بتبقى مستغربة من رد فعل هبة، مفيش كلام. شكلها غريب، بتطلع برا البيت من غير ما تتكلم كمان بالليل. فبتسيبهم وبتبدأ بقى تخرج، تفتح الأوضة بتاعتها التانية، وتفضل بقى تشوف لأن هي معاها كل المفاتيح ومعاها السكينة زي ما قالها هايم. وبتمسك السكينة وبتضرب. أعتقد إن هي مأمورة بضرب زين، لكن للأسف واضح جدا إن اللي هتضربها دي هتبقى مامتها، لأنها مفيش حد قاعد مع صابر غير مامته. فهتبقى صراحة نهاية كارثية، ربنا يستر.